المحاضرات دي هتسهل عليك المذاكرة وتنظم وقتك وهتفرق معاك جدا في الكلية. فاكر أول سنة في الكلية كنت بضيع وقت كتير ما بين المحاضرات والمذاكرة والجداول ملخبطة لحد ما بدأت أستخدم ابلكيشنز معينة غيرت كل حاجة. أول حاجة نوشن بيخليك تقدر تنظم المحاضرات بتاعتك والجداول وتكتب ملاحظاتك في مكان واحد. تاني حاجة جوجل كاليندر، ده أحسن طريقة عشان تقدر تظبط مواعيد محاضراتك ومراجعتك كمان للمادة، وكمان بيديك تنبيه قبلها فعليا هينظم لك يومك. برنامج كويزلت ده هينقذك في الحفظ خاصة لو عندك تراكم او عندك لخبطة ما بين المصطلحات. رابع حاجة برنامج فوكس بلان، وده لو انت بتضيع وقتك على الموبايل ده هيخليك تركز وتقدر تحدد لنفسك وقت لاستخدام السوشيال ميديا. رابع حاجة برامج البودكاست زي برنامج ابل بودكاست على الايفون او سبوتيفاي على الاندرويد عشان تقدر تستغل وقت المواصلات والفرق ما بين المحاضرات عشان تقدر تنمي مهاراتك. ولو جربت التطبيقات دي من اول يوم هتلاحظ فرق كبير في وقتك ومذاكرتك. قول لي في الكومنت ايه الابلكيشنز اللي شايفها اهم للطلبه، وما تنساش تعمل لايك وفولو عشان يوصلك باقي نصائح الجامعه.